أهلا أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مسام، معلمة رياضة أطفال، بقدم التعليم والرسم للأطفال والأمهات والمبتدئين بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم ازاي نرسم بولدوزر أو جرار زي ما بيسموه الكتاكيت بأسلوب بسيط وسهل، خطوة بخطوة، وكل الأطفال تحبه إن شاء الله. هاتوا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هعمل شكل مستطيل طويل وتكون الأضلاع متساوية، يعني زي ما أنا بعمل كده بالمسطرة، لأن الشكل ده هو اللي هيظبط باقي الرسمة معانا. بعدين هاجي من نهاية المستطيل هنا وارجع ورا شوية قبل النهاية واعمل خط بسيط، نفس الكلام من الناحية التانية. بعدين هعمل خط عرضي من اول المستطيل الى نهايته والف واعمل كيرف لتحت واكمل للناحية التانية بالطريقة دي واقفل. بعدين اعمل جوه دوائر متساوية جنب بعضها واخلي المسافات بينهم متساوية، ومن فوق هنا من قبل نهاية المستطيل بشوية اطلع بكيرف كبير بالشكل ده والف وانزل واعمل منحنى بسيط من تحت بالشكل ده واقفل قبل نهاية المستطيل بشوية، وبعمل فوق هنا نص مربع صغير وجوه اعمل مستطيل. بعدين هاجي من جوه هنا وهعمل الشباك، همشي مع حدود الهيكل الخارجي للجرار بالشكل ده بشوية صغيرين واقف، يعني منزلش لاخر الخط تحت، واجي من الطرف التاني واكمل بنفس الطريقة واقف واقفلهم مع بعض من تحت. بعدين من قدام هنا من نص الكيرف هعمل خط طالع لفوق تقريبا 3 سنتي واقف، واعمل زاوية بخط طويل نازل لتحت شوية تقريبا يعني 8 سنتي، ونفس الكلام تحت خط، بعدين زاوية، بعدين خط طويل، وهنا هخلي الخط الطويل من نهايته منحني شوية لفوق علشان اقفلهم ببعض بالشكل ده. بعدين هعمل في النهاية عند المنحنى دائرة، بعدين من فوق من بداية الدائرة اعمل منحنى كده بالشكل ده وانزل لتحت بخط بسيط واقف، واقيس بعيني من بداية المنحنى من فوق اللي انا عملته، اقيس ان انا اعمل خط نازل لتحت، وبعد ما انزل لتحت اقفلهم من تحت ببعض نفس ما عملنا قبل كده، واعمل دايرة برضو في نفس المكان. بعدين من عند بداية الدايرة هعمل خط من كل ناحية بسيط، ومن الخط الخارجي هنا هنزل بشكل زي الطبق واطلع لفوق الخط اللي عملته بشوية وانزل بزاوية لتحت واكمله بالخط. دلوقتي هنحدد الرسمة بالقلم الاسود علشان تبان اوضح، واسيبكم انتم تلونوا بالطريقة اللي بتحبوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم للاطفال. ويلا اسيبكم مع فقرتي المفضلة، التلوين. Come on, let's paint with some colors. Start with yellow, red, and blue. Mix them together to get purple, green, and orange too. We put the paint on the brush and we swirl it all around. We swirl it all around on the canvas. We call it art. Oh, oh, we call it art. Yeah, we call it art. Oh, oh, we call it art. We call it. Come on, let's paint with some colors. Start with yellow, red, and blue. Mix them together to get purple, green, and orange too. We put the paint on the brush and lines, dots, stripes, and shapes. Let's use chalk, pencils, markers, and crayons to brighten up the page. All these colors to choose from, like turquoise and magenta, lime green and sienna. It's time to sketch. We call it art.